بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا غاية لاباس وانتم تشوفوا في هذا الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله تلقاكم باحسن الاحوال يا رب. اليوم جيت نحضر معكم واحد الخبز، شوفوا ما شاء الله يجي قمة في البنة، يجي خفيف ريشة. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة وتنال اعجابكم، وماذا بيا تعتمدوا عليها في جميع المخبوزات تاعكم، وما في المملحات وما في البريوش تاني. شوفوا وصفة تقدروا ديروها في كل شيء، في المملحات، في البغيوش. المهم تعطيكم واحد النتيجة ما شاء الله. شوفوا كيفاش يجي مفشفش، يجي طري، ما عندي ما نقولكم. انا قعدوا معايا ونشوفوا المقادير تاع الوصفه تاعنا. انا عندي كاس تاع ما يكون دافي، نزيد له كاس تاع حليب يكون ثاني دافي. عندي مغرف كبيره تاع خميره تاع العجين، ومغرف كبيره تاع السكر. هنا خلطوهم معايا كيما هكا باش هذيك الخميره تتفاعل مع هذاك السكر. ومن بعد نزيد لها نص كاس تاع زيت. عندي باية تاع بيضة والصفار نحتفظوا به باش ندهنوا به الوجه تاع العجينه تاعنا. هنايا نخلطهم معايا كيما هكا بهذه الطريقه، هنا نستعملوا غير فوي. ومن بعد نبدا نزيد بالفرينه غير بشويه، غير بالتدريج، حتى نتحصلوا على واحد العجينه تكون طريه وتتلاصق نوعا ما في اليد. هنايا كيما قلت لكم انا ما استعملش بالعبر. هنا الفرينه شوفوا بالكاس تدي لكم قيس واحد الخمس كيسان حتى لستة. انا كيما راكم تشوفوا ديريكتومون من الباكي فرغت كنت مقلقه، وزدت لها شويه تاع الملح بلا ما ننسوها. كما قلت لكم هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه تاع العجينه. شوفوا كيفاش تجي طريه. ومن بعد نزيد لها كي صاي نلمو هذيك العجينه تاعنا. هنايا نزيد لها مغرف كبيره تاع دهن. هنايا غادي كي تبداو تدخلوا هذاك الدهن في ديك العجينه، غادي العجينه تاعكم تبدا تتقطع. ومن بعد ما تخافوش، ومن بعد غادي تتحصلوا على واحد العجينه تكون طريه. انا بعد ما تحصلنا على عجينه تكون طريه، هنايا نزيد لها شويه تاع الزيت كيما هكا، ندهن به كاع الوجه تاع العجينه تاعي بهذه الطريقه. ونغطيها ونخليها تريح. هنايا نخليها تريح حتى لي تخمر لي ويتضاعف الحجم تاعها. كما كنت تشوفوا غطيتها وخليتها حتى لي يتضاعف الحجم تاعها. انا بعد ما خمرت لي هذيك العجينه تاعي كما راكم تشوفوا وتضاعف الحجم تاعها، هنايا نديغازيها هكا بيدي. ومن بعد نخدمها فوق لو بلان دو طرافاي تاعي. هنايا نديرلها شويه تاع فرينه ونبدا غير بصباعي كما راكم تشوفوا، مانيش ندلك فيها باسكو صاي هاد العجينه راهي طريه ما شاء الله. هنايا غير هكا شويه بصباعي بالاطراف تاع الاصبع. ايا نبدا ندلك فيها غير هكا بشويه كما راكم تشوفوا، غير بيديا بهذه الطريقه حتى لين تحصلوا على عجينه تكون طريه ويكون السطح تاعها يجي هكا املس. المهم انا شكلتها على شكل كرة كيما هكا، ونبدا نقطع فيها. هنا نجيب لا كوبات ونبدا نقطع في العجين تاعي. هنا الا بغيتو ديروا زوج خبزات كبار ديريكتومون ديروا، تقدروا تقسموها غير على زوج، ولا بغيتو ديروهم متوسطين في الحجم كيما انا تقسموهم على 4. شوفوا كيفاش العجين كيفاش راه ما شاء الله. هنايا نشكلهم هكا على شكل كرات ونخليهم يريحوا ونبدا نخدم غير بالوحده. نجيب بابي كويسون ونحط فوقه العجينه تاعي، نرشها بشويه تاع فرينه. هنا ما نسحقوش الفرينه بزاف باسكو العجينه راهي طريه كما راكم تشوفوا. ان نقرصها هكا شويه بيدي، ومن بعد نستعمل الحلال. هنا نحلها غير شويه، ما نحلوهاش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه بزاف. هنا نحلوها غير شويه باش تعطينا هذاك الشكل الدائري. ومن بعد نبدا نكسن فيها. هنا نحط كاس هكا في الوسط، ونبدا نقسم في العجينه تاعي بهذه الطريقه. نقسموها على زوج، من بعد على 4، من بعد على 8 كيما نقسمو بيتزا. كيما هكا نتحصلوا على شكل مثلثات كيما راكم تشوفوا.
هذه الطريقة. ومن بعد كل قنص نلصقه مع القنص اللي معاه، يعطينا هذا الشكل تاع وردة. نشوفوا المهم الطريقة راهي الطريقة راهي موضحة، ما عرفتش كيفاش نقول لكم. المهم كل قنص لموه مع القنص الاخر. هنايا كيما كتشوفوا تحصلنا على شكل تاع وردة. هنا نجيبوا هذاك الجونديف اللي وخرناه قبيله، زدت له شويه تاع قهوه باش ما يعطينيش هذيك الريحه تاع البيض. ونبدا ندهن في ديك الخبزه تاعي بهذه الطريقه، ندهنها غايه ونرشها بشويه تاع الججلان كتزيين، ولا شويه تاع السانوج، المهم اللي كان عندك. ولا ما كانش عندك تقدري تدهنيها غير كيما هاك. واللي عندهم حساسيه من البيض يقدروا يدهنوها بالحليب، ولا ما كانش متوفر الحليب يقدروا يديروا مغرف تاع السكر مع هكا نص فنجان تاع ما. تخلطوا هذاك السكر مع الماء وتدهنوا به الخبز تاعكم تاني يجي احمر ويجي يشباب. هنايا نكمل كاع هذوك الخبزات تاوعي بنفس الطريقه وندخلهم للفوغ يطيبوا. هنا نشعل عليهم من الفوق ومن التحت على 180 درجه، ونخليهم حتى لي يتحمروا ويدونا هذاك اللون الاحمر الشباب. شوفوا كيفاش خرجوا، ما شاء الله يجوا شابين يجوا حميمرين. ما شاء الله ان شاء الله تجربوا الوصفه ودنا اعجابكم حبيباتي. ولا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش بالجيم وكومونتير شباب كيما نتوما. تلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.